السلام عليكم. متضايق هقلب بصوا عشان انا بعيد عشان عكس الكاميرا مش عارف. فبصوا بقى قبل ما ننتهي الفيديو مقلب جديد بس عشان كده بس تعملوا لايك زي ما احنا عملنا لكم او زي ما انا قلت لكم كل حاجه هتستمر وفي مقالب كتير الفتره الجايه. قبل ما نبدا الفيديو مش انت تعمل لايك سبسكرايب علشان نوصل لك عدد المشاهدات نخش على 2000 سبسكرايب. النهارده بقى جديد انا بس مسجل حاجه. بصوا احنا عشان لسه مفكر فيها دلوقتي احنا مثلا ايه هجيب له مثلا لما بنصور بالتليفون واقول له بص هنصور بالتليفون. التليفون ده اصلا سامسونج يعني تعبان. اقول له احنا بقى هنصور بالتليفون ده وخلينا بقى بالتليفون شويه واشوفه بقى هو رد فعله ايه على حوار الكاميرا. فانا اول ما يدخل ابقى مجهز التليفون وكده فهيقول لي بقى فين الكاميرا. المقلب كده يبقى تمام ماشي. خليكم معانا. هو يعتبر فيديو بتاع كام دقيقه كده ويجي له هو بيقول لي 5 دقايق بس بيقعد نص ساعه. فاصبروا واول ما يجي انا هبلغكم على طول. خليكم معايا. اعتقد يا جدعان اللي انا سامع اهو صوت الزماره. صوت الزماره دي يبقى هو شكله على ما اعتقد هو. احنا خلينا فاتحين كده لحد ما يا رب يكون هو صوت. اي هو اصبروا كده اصبروا. هو مش شايف. احنا مستخبيين في الشجر بس هنقفل يا جماعه ونبقى نجيلكم تاني. سلام بقى عشان دلوقتي هحور ماشي. تعالى طبعا بقى كأنه ايه. بصوا لحد دلوقتي ايه ما يعرفش اي حاجه يعني. انا هبقى بصور بالتليفون ماشي. فخليكم معانا انا طبعا هبقى داخل عليهم من تعالى يا ابني خش. ربنا يا ابني الواحد بيصحى من النوم. تعالى يا عم عشان هنصور النهارده. عارف هنصور بايه؟ بالسامسونج. ايه ده السامسونج ده جامد قوي. انت اول مره يعني في حياتك حاجه الاقيك مجهز. يا تقول لنا نجدد واقف لي على الباب. يا تقول لنا نجدد وكده اهو. ايه رايك يعني؟ ايه رايك بس من سنه بس نشيل الحته دي. ايه رايك؟ طب يلا طيب يا عم هات الكاميرا من جوه عشان نلحق نصور الفيديو ونمشي. واحد صاحي من النوم. ما في ايه يا عم؟ تعالى بس نقف هنا عشان لسه الجو ساقع. تعالى نقف هنا. انت هتقفنا جنب الباب. الجو استنى بس اشيل الحته دي عشان الحته دي مش عارف الهواء فيه ايه. الهواء مش ظابط النهارده. كده تمام. تعالى بس نصفي الحته دي. بعد ما نضفناها المفروض كنا ننضفها تاني. احنا هننضفها تاني يا عم. اصلا بص الزرع كل ده ورا شجر. نقفل بس خلينا هذا الكاميرا من جوه. خلينا نصور يا ابني. في ايه يا ابني؟ بص التليفون. بص الكاميرا. بص التليفون ايه كام؟ انت هتجيب برضه كاميرا التليفون؟ انت عبيط يا ابني. فيها ايه؟ طب اصور بالايفون؟ لا هتصور بكاميرا. ما عارف السامسونج ده؟ انت فاتح ليه يعني؟ انت هتنزل لا يا دي كواليس. عارف السامسونج ده مفيش منه اصلا. مفيش منه يا عم. يلا نصور بيه يا عم. يلا يا عم. مفيش منه ايه؟ ما مفيش منه. ايه اللي مفيش منه؟ هات لنا كاميرا. لا بس نعمل الفيديو على السريع كده. ابني هنخطفه يعني. خلينا نصور. بص يا عم انجز. اقفل الكاميرا. بص اقفل. بص خد وخش جوه. هات الكاميرا واقفل الفيديو ده وما اعرفش التليفون مين ده. انت بتصور من تليفون مين بس يا عم؟ ده التليفون انا لسه شاريه. التليفون ده مفيش منه اصلا. مفيش منه في مصر. هو الكاميرا اول بس هات لنا الكاميرا. خش اجيبها انا من جوه. بص احنا هقول لك الحقيقه. احنا هنصور بده الاول بس. طب ليه؟ طب ما تاني ريح لنا وبنعرف ننقل. يا ابني بس خليك معايا هنا بس. بنعرف ننقل والله يا جدعان بدل التليفون ده. ايه ده؟ اقول لك على حاجه. ليه التليفون؟ صراحه الكاميرا على الشاحن جوه. ايه والله انجز. هاتها زمان شحنت يا ابني. والله اقول لك على حاجه بجد. عشان انجز. بص الصراحه راح. بس انا ما بهزرش والله. الكاميرا يا اسطى والله ما بهزر كلام بجد. الكاميرا يا اسطى حصل لها ايه. طب انت بتصور ايه اللي انت خلاص؟ انا ما بتصورش اهو. خلاص قفلت اهو قفلت. بص هو ايه؟ مفيش سيلفي خالص. بص الكاميرا يا اسطى حصل لها يا ابني. خد عشان الناس جوه بقى يا عم. الناس جوه فين يا ابني؟ اصبر طبعا عشان بشوف حاجه هنا. الكاميرا مش تمام مش شغاله. بص الكاميرا يا اسطى من الاخر. الكاميرا من الاخر يا اسطى حصل لها النور قاطع فمش عارفين نشوف. بص الصراحه كان عندي سيشن. السيشن ده كان عند البيت الابيض اللي هو عند القوات المسلحه. فاهم؟ البيت الابيض ده لا ما اعرفش يا عم. عارف انت البيت الابيض عند القوات الجويه اللي بعد قصر البارون يا اسطى ب5 عارف. المهم في الحته دي يا اسطى انا كنت بصور سيشن عريس وعروس. فمن غير ما اقصد بديهم برومو فيديو بالستاند وكده. راحت الكاميرا وقعت مني. احلف. من غير حلفان فعلا الكاميرا وقعت مني. شرح من جوه مين بس؟ انت عمال بتهزر. يا لهوي يا ابني. كان عندي فول جي. كمان كان يا ابني اصبر. يا ابني كان عندي الجو حر كمان. انت غرقتني.
ابني بس كان عندي فول جي، كان عندي سبونج بوب اللي انا لابسه ده، كان عندي فول جي دي بالليل كان عندي تصوير الصبح سيشن وبالليل قاعه، انا عايز اصورها. فالمهم هي دلوقتي بتتصلح، رحت عند الراجل اللي احنا بنتعمل عنده، بتقول لي ده هتتفتح، وطبعا انت لو فتحت علامه الكاميرا هتروح، وطبعا لا فتحت مش هيجي لها سعر، حتى لو جيت ابيعها مش هيجي لها. انا شوف ان انت تحويره بالزيت الحار عاملها عليا، فخش هات لنا كاميرا عشان احنا هنصور، عشان بقول لك ما تعليش صوتك بس عشان امي ما تعرفش. احنا الساعه 2 جوه كمان اخويا يعرف. امال انت قايل لهم الكاميرا فين طيب ولا؟ بس انا قلت له انا هم ما يعرفوش اصلا عشان بحطها في شنطه المدرسه، انا قايل لهم الكاميرا جوه، والكاميرا تتصلح عند الراجل تحت، والراجل قال لي عايزها 1200. الراجل عايز 1200. ده حوار ده البورده الصغيره دي بس، البورده قد كده، بيقول لي 1600 جنيه. انت بتهزر والله. المصحف ايه يا اسطى؟ انت حمار في تصويرك ولا الا ما تنزلش بيها سيشنات. انا بنزل سيشنات بس يا ابني، لا انا السيشن، انا السيشن اللي احنا الفلوس اللي انا السيشن صورته عادي، انا السيشن صورته، بس القصه ان السيشن لما صورته عادي يا ابني، قال لي احنا عايزين برومو فيديو صغير، فقمت صورته برومو فيديو كده صغير، لقيت لك انا ماسك انت بتصور الناس فيديوهات، احنا جايين نصور احنا بيها فيديوهات. انا ما اعرفش وربنا يا اسطى. عند الكاظمي يا اسطى، الكاظمي اللي احنا جبنا من عنده الكاميرا. ايوه انا عارف. شوف انا كنت جايب منه الكاميرا يا اسطى، ده كمان ده ليه 300 جنيه كمان ساعتها، انت فاكر؟ 400 بس هو ما ادانيش الضمان بتاعه، فخلاص بالضمان ب 400 جنيه. وانت شفت انا دفعت قد ايه قدامك، طلعتهم كده كان بيرنوا. ربنا انت بتهزر. عارف انا هدفع عليه 1600 جنيه. انا قايل لك كذا مره اصلا انت بتكبر دماغك والله، يعني عيبك اللي انت بتكبر دماغك. انت عارف كمان قال يعني انا هدفع 1600 جنيه، وغير كده قال لي بيقول لي هتتفتح، وعشان انا كمان لو جيت ابيعها ما فيهاش سعر، خلاص مش هجيب لك حاجه، مش هتجيب لي حاجه، يعني لو حد خد فيها 3000 جنيه هيبقى 100%. والله حرام عليك يا عم وربنا. فانا ما اعرفش والله يا ابني، ما هعمل ايه بقى؟ انا لقيته بيقول لي بورده ومش عارف ايه وايه، قلت له ازاي يعني بورده ومش عارف ايه؟ لقيته قال لي هي بورده حضرتك وهتبقى عامل 1600 جنيه. قلت له ايه بورده عامل 1600 ليه يا عم؟ لا لقيته بيقول لي 1600 جنيه، ما صدقتش خالص. كل ما نصدق نظبط حاجه ونستمر من حاجه مش عارف لسه الايام خازوق مغري يعني. الايام يا اسطى مش عارف في ايه معايا، كل ما نقول يعني بص احنا قلنا يا عم نقول الحمد لله، بس انا زعلان يعني، هقول لاخويا ايه وهقول للناس ايه ولسه بعد كده حتى لو جيت انزل بس عشان بعد كده ماليش نفس خلاص، حاسس ان هي مش كاميرا اصلا. هي هتطلع كل حاجه بس السورس هيضيع وكل حاجه فيها هتضيع، مش هتطلع صوره نظيفه. استنى وربنا يزيدك يا اسطى، هما مش هيستووا، انت قفلتنا من التصوير، قفلتنا من كله والله. ليه يا عم عادي، ممكن يا عم انا بقول لك هنصور بالسامسونج ده. يا عم سامسونج ايه بس فيها ايه انا صورنا بيه؟ انا فاكر الفيديو التنظيف كان بالكاميرا حلو ماشي زي ما انت بتقول، فيها ايه يا عم؟ نصور برضو بالسامسونج لحد ما ربنا يكرمنا. يا عم يكرمنا ايه بس يا عم يا رب. المشكله حتى انا عمري ما اجرت من حد حاجه، ولو جيت اجر هحطها على العدسه بتاعتي، معايا عدسات بس انا مش عايز اجر وتعبان او زعلان او مش عارف ايه. زعلان قوي فرح، بس انا داخل لك في شغلي ضبك قد كده عشان ايه؟ ما اعرفش اللي فيه حاجه. ضبك قد ايه؟ انا قلت انت هتهون عليا. يلا انا قلت عليك، وانا مين يهون عليا؟ انت خلصان يعني، انت قفلتنا اكتر والله. يا عم اقعد يا عم، خلاص تعالى طب هنقعد هنا هكلمك بس حاجه ما تعليش صوتك يا اسطى عشان الناس جوه يا اسطى. عندي يا عم عندي ايه بس؟ بيع المكنه دي وقعد لك منها حاجه، ان انا فيلا حلو هقول لك اهي. اصبر بس اشوف حاجه هناك كده وهجيبها. نجيب الكاميرا. ايه ده يا عم؟ الكاميرا اهي يا عم، الكاميرا اهي. امال انت حاططها فين يا اسطى؟ عذرا يا جدعان، الكاميرا اصلا من اول ما انا صورت، اول ما جيت اصور اول لقطه قالت لك الكاميرا، قال لي يكون في تغيير البطاريه يعني الكاميرا فصلت. وانا كنت نسيت ان انا مش شاحنها، فكملت صورت بالتليفون. فطبعا مش هنعطل اي حاجه عشان التليفون ده نقصنا. خلاص والله همشي والله كذا مره تعمل الحركه دي. خلاص والله. طب اقعد عشان نتكلم. امسك يا عم الكاميرا. نتكلم هنمشي خلاص يا جدعان، هو فرح يعني والله يا جدعان. راح يا جدعان، احنا عايز اقول لكم احنا بصوا ده احنا اتمرمطنا بسبب الكاميرات. سيبك يا عم من سعرها، سعرها غالي بس يا عم، سيبك من سعرها والله العظيم يا جدعان. عايز اقول لكم رمسيس دي احنا يعني حفظناها اكتر من بعض والله العظيم. فعايز اقول لكم ده شرب المقلب وعقبال كده مقالب كتير، وانا عايز اشوف لك بقى، عايز اشوف لك عشان اشهد لك. نفسي اعمل فيك مقلب كده. هو اطمن على الكاميرا. يا جدعان الكاميرا هي بتاعتي، بتاعتي وبتاعت واحد، هي بتاعتي بس هي بتاعتي وبتاعت واحد يعني. ده لو طلب ايه اجيبه له بصراحه، بس هو برضو ايه زعل برضو لان هي بتاعتي وبتاعته، فاهم؟
فانا وهو واحد يا جدعان. نصور بقى فيديو بايه؟ فهنكمل بالكاميرا. والكاميرا اول ما صورت لقيت صوت كده بس هو ما سمعوش، وانا واقف هناك لقيت له بيقول لي عذرا قم بتغيير البطاريه. قلت يا كانت كانت مشحونه بقى. لا اعرف كده انك بتصور. قلت ايه بقى؟ قلت ايه؟ بصيت عليهم مع اني انا كنت جايب التليفون ده اسجل منه، بس اسجل منه تسجيل صوت. قلت لا ضيع بقى المقلب، وانا كده قلت اما اصور بقى بالتليفون على طول. منك لله. عقبال ما قلب كتير، عقبال ما قلب كتير. اهم حاجه اهو جالك اهو. اهم حاجه المقلب ايه اخباره؟ عجبك؟ حرام يا جدعان. كلهم بقى يعملوا لايك عشان عايزين نشوف لك. يعني انت دلوقتي احنا عايزين منافس كده يا جدعان. كده 2-0 ليا ولا 3؟ لا سيبك من المقالب اللي فاتت. 1-0 ليا ماشي. 1-0 مفيش 1-0 يا جدعان. هو 1-0. ارجع كده انا اقول لهم كلمتين يا جدعان بالله عليكم. استنى لايك واشتراك. هنوصل 2000 عايزين نوصل 2000 عشان هننزل نعمل انا وهو سيشن. احنا الاثنين هنتصور، انا وهو هنتصور سيشن مع بعض. بص هيبقى فيه هدايا والله يا جدعان. وممكن نوزع هدايا والله العظيم. فوصلنا 2000 مشترك. هيبقى فيه باذن الله. بس وصلنا 2000 سبسكرايب واعملوا لايك للفيديو ده عشان في مقالب كتير الفتره الجايه. 1-0 ليا ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام بقى بالشفا كده. هانت يا جدعان والله. سلام.